من كام يوم نزلت فيديو ان انا اغير شكل جسمي في 60 يوم، والفيديو جاب ريتش نوعا ما. نرجع تاني كده النهارده الخميس وانا متاخر والمفروض اخلص الليله كلها. طبعا كنت على سفر انا في اول 3 ايام من الاسبوع، فضغطت ال3 ايام ورا بعض اللي هم تلات واربع وخميس، ونوم قليل ونزلة برد خلطبيطه كده. المهم يعني الحمد لله مشينا وخلصنا وخدنا التمرينات كلها. طبعا كده الاسبوع الاول خلص الحمد لله، ونظام بوش بالليج خلص، والاسبوع الجاي نخش على النظام اللي بعده. فخليني اقول لك الزتونه اللي انا طلعت بيها. النظام اللي عندنا في الاسبوع الاول هو بوش بالليج، ومن اسمه هو نظام عباره عن 3 ايام، واختصاره عامه بيقولوا عليه بالانجليزي BBL، بس خلينا بعيد عن شغل الانجليزي ده يا جماعه. المهم بوش بالليج عندك بيبقى عباره عن 3 ايام. اليوم الاول هو يوم البوش، وده بيشمل التمارين اللي بتدفع فيها الوزن بعيد عن جسمك، زي البنش والكتف الامامي والتراي. اليوم الثاني اللي هو يوم البول، وده بيشمل التمارين اللي بتسحب فيها الوزن ناحيه جسمك، زي الظهر والباي والكتف الخلفي. واليوم الثالث واللي هو المعروف واللي 99% مننا بنيجي نطلع يجري منه، اللي هو يوم الرجل، وهم طبعا اماميه وخلفيه وسمانه، مش محتاج اتكلم عنهم يعني، وجلوتس. بوش بالليج اكيد انت لاحظت ان هو عباره عن 3 ايام اللي هم البوش والبول والدف، فتقدر عندك خيارين: الطريقه العاديه والطريقه المكثفه. الطريقه العاديه ان انت تروح 3 ايام في الاسبوع وتريح ال4 ايام التانيين، والطريقه المكثفه ان انت تروح ال6 ايام وتريح الجمعه. وطبعا الطريقتين احسن من بعض. لو انت رحت الاولى فهيبقى عندك 3 ايام جسمك هيبقى فيه استشفاء جامد جدا، يعني هتخش جوه الاسبوع اللي بعديه وانت تمام، مفيش اي وجع مفيش اي الم، حتى لو اكلك ميت بس عادي الحمد لله. بالنسبه للطريقه الثانيه هتمرن العضله، هيبقى عندك فرصه ان انت تمرن العضله مرتين في الاسبوع، فهتبقى حلوه برضه بالنسبه للناس في ناس بتتحسن. يعني انت هتجرب ده انت اكيد كنت ماشي على بوش بليت، فانت دلوقتي هتجرب بوش بالليج. ممكن لما تمرن العضله مرتين في الاسبوع تتحسن اكبر، او مش ممكن ده اكيد، بس خلينا نقول ممكن عشان ما حدش يزعل. بس عامه لما تمرن العضله مرتين في الاسبوع ان شاء الله هتتحسن افضل من لما تمرنها مره واحده بس. هتقول لي ليه؟ هقول لك بكل بساطه. انت لما كنت بتحط جهد 6 مجاميع على العضله كنت بتتمرن بنش السبت، بيجي السبت اللي بعده انت بنشك لسه وجعك، ما بتبقاش عارف تشيل وزن، وانا مجرب الموضوع ده بالنسبه لك يا عبد الرحمن. لكن لما تلعب مجموعتين او 3، يوم السبت وتروح حد واثنين، بيجي يوم الثلاث هيكون في وجع، بس مش هيبقى في وجع زي الخمس او ال6 مجاميع. وممكن في ناس الاستشفاء عندهم يكون سريع فالوجع يكون اختفى اصلا، عشان كده ده افضل. ودلوقتي اسيبك مع تمرينة بوش بالليج كامله. انا طبعا زي ما قلت لك مفيش حد اتولد عارف، فانا سالت الاول وشرحت لك البوش والبول والليج في اول فيديو، ودلوقتي هسيبك مع تمرينه كامله ان شاء الله بوش بالليج. شوفها واتفرج عليها وامشي عليها، وان شاء الله يكون في تطور، وادعيلي. بس كده، يلا سيبك على التمرين. بسم الله، خلينا نخش على تمرينة البوش. صلي على النبي الاول. المهم اول حاجه عندنا دمبل مسطح. ولو لاحظت انا مش بنزل ب 35 مدى حركي كامل، لان انا اصلا مش عارف العب بيها، بس انا بقالي فتره كبيره جدا ثابت على ال 30، فكان لازم اخش ب 35، وحتى ما لعبتش بيها كويس المره دي العب بيها كويس المره الجايه ان شاء الله. وفي تنبيه بسيط بس: لو كتفك بيوجعك وانت كتفك بزاويه 90 مع جسمك، لو في وجع في الكتف قلل الزاويه شويه والعب عادي. وهنا كان خايف عليا. بعد كده هي المجموعه الثانيه البنش، هي جهاز عالي، وانا كنت ميل شويه تحت، يعني ظهري مش على سند على الجهاز، بسند على الجهاز. بعد كده كابلات تجميل لتحت، وكده خلصنا البنش. بعد ما تخش على الجهاز المتوازي وتحرص ان انت تميل لقدام عشان تكون تستهدف البنش مش التراي، ونخش على الكتف الامامي والجانبي. اول مجموعه عندنا على الجهاز كتف امامي. طبعا زي ما قلت في اول فيديو نزلت برد وعلى سفر وبتاع ومش عارف نظام، مش ببرر طبعا، بس جيت اطلع بال30 ما طلعتش، حتى لما جبت حد يساعدني وجيت العب بيها ما عرفتش برضه، نزلت 5 جيت العب بال25 ما عرفتش. فمجموعه الكتف الامامي ديت كنت تعبان فيها جامد، فما قدرتش العب باي وزن غير ال15. حطيت 15 ولعبت بيها كام عدة، وصراحة ما اعرفش ليه حصل معايا كده، بس دي حصلت في مجموعة الكتف الأمامي دي بس. ويلا عدت على خير الحمد لله من غير إصابة، مع إن المرة اللي فاتت لعب بال25 8 عدات تقريبا، بس زي ما قلنا كان إرهاق، والحمد لله إن الكاميرا ما لقطتش اللي أنا قلته لما الوزن وقع مني من شوية. بعد كده هتخش رفرفة جانبي بالكابل، وما تنساش ترفع الكابل يكون على مستوى الركبة، أنا عامله بس ما جاش في زاوية التصوير. ولو كتفك وجعك في أول عدتين أو 3 فأنت كده بتلعب صح، ودي أفضل حاجة عشان تستهدف الكتف الجانبي فاضل الاستطالة. بعد كده هنخش على التراي، وعندنا مجموعتين. أول مجموعة رفس بالكابل، يمكن تاخدها بالدمبل بس أنا بفضل أخدها بالكابل. وأهم حاجة إن أنت تخلي كوعك ورا جسمك وتثبت كوعك، وكل ما خليت كوعك ورا جسمك كل ما استهدافك للتراي كان أفضل، وكل ما الوجع كان أكتر.
وشي على الطماطم ما اعرفش ليه. المهم عندنا اوفر هيد تراي، وبعد ما تخلص اوفر هيد تراي عندنا ريست، وبس كده خلصنا تمرينة البوش ونخش على البول. بعد كده نخش على تمرينة البول. ايه ده، استنى نسيتها. سحب امامي واسع. الاول عندنا ظهر، واول حاجه عندنا سحب امامي واسع. ماشي. بالكفر بس ده سي. بعد كده عندنا تي بار الماسكه الواسعه، وده من افضل تمارين الظهر لان هو حرفيا بيستهدف تمرين الظهر كله، بيستهدف عضله الظهر كلها عامه. فانت انزل للاخر تحت المكان اللي الوزن بيتحط فيه، والزق صدرك في الدكه. ساعات بيطلع مني في الاخر الصراحه صدري من على الدكه في العدات الاخيره، بس انت حاول تلزق صدرك في الدكه على قد ما تقدر ووصل للفشل العضلي. ها. هنفكر هفكر في الموضوع، فكرة بصور. انت بتتكلم جد؟ بعد كده عندنا سحب ارضي بالقبضه واسع. وعلى فكره انت لو طويل هتكره حياتك بسبب الجهاز ده، لان رجلك مش واخداه، ولو فات رجلي يمكن اطلع بره الدكه من بره. المهم حاول تثبت ظهرك وانزل للاخر. وشكرا للكابتن اللي عدى من على الجنب ده. وكده خلصنا الظهر. متنساش تلعب قطنيه دورين ورا بعض، هات فيهم عدد كويس. وبعد كده خلينا نخش على الباي. بسم الله. اول حاجه تكاس على الدكه بالدمبل، وطبعا للفشل العضلي، وده من افضل تمارين الباي برضه بالنسبه لي. ما اعرفش ليه بس انا بحبه، مش علميا الصراحه، لله في لله. فكر بزحل بالموضوع. بس عندنا شواكيش وساعات بيقولوا عليها دمبل مطار، واهم حاجه ان انت تثبت كوعك وظهرك، ويا ريت ترفع راسك ما توطيش زي ما انا عامل كده. يا عم العب شوية، كان في ايدك تجيب اكتر. زود، ثبت كوعك، ثبت كوعك وزود. العب بيونسين. شد شد. شد، ما تسيبش الجهاز ينزل بيه بالراحة بالراحة، بقول لك بالراحة. وبعد كده خلينا نخش على الكتف الخلفي. وطبعا عندنا على جهاز الفراشة، والفنان كان بيزور غلط، والكابتن اللي في الجيم هو اللي جه واشفق عليا وجه ظبط لي الاضاءة والله. وبالنسبة للجهاز ده ما ترجعش جامد، وخد بالك ما تنتش النتشة اللي انا بنتشها دي عشان هي غلط وبتوجع لي كتفي. بعد كده تمرين هزاز، ممكن تاخده على البار السميث، وممكن تاخده بالدمبل، بس انا بفضل اخده على البار، وده بيستهدف الترابيز بشكل اساسي، والكتف الخلفي بيبقى شغال معاه بشكل مساعد بنسبه كبيره. وكده خلصنا تمرينة البول. هكتب لك المجاميع بتاعتها زي ما كتبنا مجاميع البوش. بعد كده نخش على الليج على طول. وخلينا نخش في تمرينة الليج. واول حاجه عندنا دفع، وانا نادم اشد له الندم على الوزن ده، لان انا هبقى في صلاه الجمعه عامل زي البطريق، ولا عارف اربع ولا عارف اسجد ولا عارف اركع. بس اعمل ايه؟ بس ما اعرفش ايه اللي خلاني امشي نفسي كده. بعد كده دخلنا على جهاز الأمامية واتهورت وزودت وزن، وأتوقع وش شرح الموقف اللي أنا حطيت نفسي فيه، بس أعمل إيه بس برضه. المهم عامة أنا حرفيا هقلب بكرة بطريق، ربنا يستر. بعد كده عندنا تمرين خلفية على جهاز الخلفية طبعا. كل اللي عليك تعمله إنك تنام زي الراجل المحترم ده، وتعمل زيه إن شاء الله. استغفر الله العظيم. بعد كده عندنا مشي بالدمبل أو طعن، وده بيستهدف عضلات الجلوتس، ومنه لله اللي بيصور ومنه بالله التمرين ما بحبوش والله يا جماعة. بس نعمل ايه بس. يلا ونخش على بعض. بعد كده عندنا الحاجة الأخيرة في الليج النهاردة، وهو تمرين السمانة على الجهاز ده. ولو مش موجود عندك تقدر تاخده على البار، وتقدر تاخده وانت واقف عادي حر. احلف احلف. طبعا في نقطة عايز أشرحها، وهي إن كل ما التغذية قلت كل ما الوقت اللي العضلة احتاجته للاستشفاء زاد. يعني ما ينفعش كل يوم تحط العضلة 5 مجاميع، لأن ده التمزق فيها هيبقى شديد. فلما كمية الغذاء والبروتين اللي هتخش جسمك كلها هتعوض التمزق اللي حصل في العضلة. تمام. فالبناء العضلي مش هيزيد قد كده. ده غير ان في عوامل تانية زي الدراسة والنوم، ولو انت بتشتغل كل دي بتأثر برضه على البناء العضلي. المهم مش بالليج عبارة عن 3 أيام، فأكيد أنت لاحظت إن أنت ممكن تروح 3 أيام في الأسبوع أو تروح 6 أيام، والاتنين أحسن من بعض الصراحة. فلو أنت رحت ال3 أيام هيبقى عندك 4 أيام راحة، ولو أنت رحت
فضحك. تمت المقاطعة شباك 2. ياب. تمت المقاطعة بنجاح. المهم نسيت اوقف الفيديو والفيديو هيبقى طويل هيشلله ولا ما انتش يا مسهل الحال. بكسده؟ ها؟ بكسده؟ بكسل. لا ده بيبقى عيب هز التليفون هتظبط. هو صفي ده؟ بص اهو. لا طلع سخن. هز التليفون من الطعام هنا كده كده بالجنب. ايوه ما باين برضه. ايه؟ باين. في ناس باين. مش مشكلة بقى اعمل تاني.